مصرية ولا إماراتية؟ مصرية أبا عن جد، بس مواليد دبي. واحدة كاتبالي أنا الكيماوي كان سهل بسبب إني بتفرج عليكي. أمي كانت عايزة تجهضني، وبستر الله حكومة الإمارات منعت بالقانون. هنا ابتديت فعلا أحس إن لا، أنا مش بخير. أم ماسكة ابنها 7 سنين بتشاور عليا تقول له شايف دي، أنا عايزاك تبقى كده. اتعرضت الموقف في شغلي القديم، من ساعتها حاسة مش عارفة أتخطى دلوقتي. اللي هيساعدك يا إما بمقابل يا إما ما تكونش أحسن منه. المصريين والإماراتيين من زمان إحنا قلب واحد، كفين كده. اختار محتوى معين مهما كانت النتيجة، استمر. ضيفتنا النهاردة ضيفة مميزة جدا بصناعة المحتوى بتاعها وباللي هي مدوخة الناس ومحدش عارف هي جنسيتها ايه. معانا أروى دياب. ازيك؟ أهلا وسهلا. عاملة ايه؟ الحمد لله، أنت شخبارك؟ كله بخير. السؤال اللي شاغل الناس كلها، مصرية ولا إماراتية؟ لا، أنا موضحة للناس كلهم، وحتى يعني حاطة في البايو كله مصرية أبا عن جد، بس مواليد دبي. اوكي. فشوية إنه أثر عليا، بس أنا مصرية. بس اللهجة خلاص. يعني ربيعاتي مواطنة، تربيت في مدارس حكومية، يعني خلاص متوغل في الموضوع وأنا توغلت فيه. فأنا مصرية من مواليد دبي. بس عشت حياتي كلها هنا في دبي؟ كل حياتي، أيوة. اوكي. أبويا وأمي 39 سنة وهم في الإمارات، فغصب عني بقى، بس ده أحلى غصب جاي لي صراحة. لو قلنا توصفي الإمارات في كلمة؟ حياتي ووطني. فعلا الإمارات موطني، مش الميمز اللي طالع. ايوه. لا، الإمارات فعلا هي وطني وموطني. أنا أوصفها كده. عايزين نقول بدأتي صناعة المحتوى ازاي؟ هو أنا بديت من لما رحت جربت إني أستقر في الرياض في السعودية. بس ابتديت شهرتي أكثر لما أمي أصيبت بالسرطان. كانت الفكرة كلها أن أنا عايزة أصور رحلة علاجها عشان بس تكون ذكرى لينا أنا وهي، إن هي لما تتشافى بأمر الله هنكون بخير ونتفرج. فلقيت إن أنا أول رسائل جات لي، أروى أنا أمي اتصابت بنفس المرض وأنا ما بكونش كويسة إلا لما أشوف فيديوهاتك، أو أروى أنت بتأثري عليا فعلا إني أنا بخير. وواحدة كاتبالي أنا الكيماوي كان سهل بسبب إني بتفرج عليكي. هنا حسيت فعلا بالمسؤولية. اوكي، بدأتي من هنا بقى السلسلة كلها. ايوه. انا عايز اتكلم شوية برضو عن علاقتك مع مامتك. هي ما شاء الله العلاقة جميلة، يعني تاتش وود. وده ظاهر بشكل حلو قوي على السوشيال ميديا. ابتدت العلاقة تبقى قوية كده ازاي؟ هي انا كان ودي اقول قوية من زمان، بس امي كانت عايزة تجهضني بصراحة، يعني مش هخبي عليك. يعني ما شاء الله جابت الخلفة كلها وجت عليا انا. لا، كانت رايحة في الشرقة تجهضني هناك، سبحان الله وستر الله. يعني حكومة الإمارات منعت بالقانون، فعشان كده أنا جيت لكم. نورت. من ساعتها بقى وأنا علاقتي بماما صراحة، يعني إخواتي كلهم فرق السن بيني وبينهم كبار، كل واحد في بيته، فأنا الوحيدة اللي معاها. وهي حاليا فعلا بتقولي رب ضارة نافعة، أنا كنت هجهضك وربنا منعني عشان السبب دلوقتي في مرضي، أنت اللي قاعدة معايا. حاسة المرض ماما أثر على حياتك في حاجة أو غير في حياتك حاجة؟ أكيد. يعني أروى اللي يعرفها قبل المرض غير اللي عن يقابلني دلوقتي أبدا. يعني كل الناس اللي عرفوني من زمان لما يقابلوني دلوقتي، أنا ببقى بتكلم كويس وبصور وبمشي حياتي كويس، ألاقي رد الفعل أروى هو أنت بخير وأنت فعلا كويسة. هنا ابتديت فعلا أحس إن لا، أنا مش بخير. ولدرجة حتى يعني رحت لدكتور نفسي، مش عايزة أقول للأسف، بس دي كانت آخر حاجة أحب إن أنا أعملها. بالعادة مش بتكلم عن حياتي الشخصية أو المرضية. لكن كل التفسيرات اللي حصلت كانوا حتى شاكين في حاجات حميدة عندي أنا شخصيا. كل التفسيرات كانت بسبب نفسيتك، بسبب تأثير مرض أمك عليكي. النفسية لوحدها خدتي الموضوع على نفسك أكتر غصب عني يعني. أنت عندك ابن الله يحفظها، لو جات لها كحة الله يحفظها مش هتستحمل. لو في صوت بس، لا لو بس صح. أي حاجة. فلما بنقول مثلا ماما ركبها وجعها عادي لو كذا، فشوية شوية إن إحنا كمصريين بنخاف من المرض الوحش، بنخاف نقول اسمه. صح. فإن أنا ألاقي المرض الوحش السرطان جيل أمي، هنا بقى يعني فعلا خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في كان فيديو اتشهر قوي لمامتك لحبها للإمارات. بالفعل. هي اتولدت هنا برضو ولا هي اتنقلت هنا اشتغلت هنا؟ أنا أمي وأبويا
يعني اتجوزوا في مصر وهي عروسه جت هنا. يعني هي بتقول لي انا ما نيجي نسالها عن حاجه في مصر مع انها متربيه هناك وكل حاجه، نيجي نسالها عن حاجه في مصر تقول انا ما اعرفش. طب المنطقه دي فين؟ طب بتقول انا كل حياتي هنا في الامارات. وحتى ابويا نفس الموضوع. وحتى انا جيت في مره سالت بابا ان ليه اخترت الامارات، كان قدامك كذا بلد وكذا فرصه تانية. قال لي لا انا يعني الشيخ زايد رحمه الله عليه كنت فعلا شايف التخطيط بتاعه والبلد دي هتروح لفين. فبابا كان يعني هو الاجيال القديمه كان عندها رؤيه فعلا، كان عندهم رؤيه وكان عندهم ثقه في حكام الدوله ما شاء الله، وفعلا الثقه كانت في محلها. قلت له يا بابا دي الحسنه الوحيده اللي عملتها لي بصراحه انك جبتني انا. شايفه صناعه المحتوى مع يعني العيله عندك كانت متفهمه فكره صناعه المحتوى اللي انت تعملي كونتنت على السوشيال ميديا وكده، ولا كان في الاول في اعتراضات وكده؟ والله عشان اصارحك واصارح الجمهور والله اعلم ده اهلي هيشوفوه او لا. انا اهلي فيهم تشدد شويه. عندنا البنت ما تصورش، احنا من القاهره بس اصولنا صعيده. اوكي. البنت ما تصورش، البنت اخرها تستخدم الواتساب. تعرفي تشتغلي لكن ما فيش احتكاك بالزملاء. لو في احتكاك يكون يعني شيء سطحي تماما. مش عايزه اقول ان انا كسرت الروتين، انا مش هكسر طبعا كلمه أكيد اهلي، كنت أكيد محترماهم ومحترمه رايهم، ولكن لقيت نفسي مبدعه، وخصوصا ان انا هوايتي التصوير. ومش بس هوايه، بس حسيت انا مبدعه في شيء، حابه اوصل رساله. فطبعا قابلتني اعتراضات كتير. في اعتراضات منهم للاسف انتهت بالخصام، وفي اعتراضات انتهت بالتفهم. اوكي. في حاجات طبعا كانوا ليهم حق فيها، خايفين عليا في النهايه. اكيد صح. ولكن الحمد لله يعني قعدت ادعي ربنا وتوكلت على الله اني انا اخلي محتوايا شيء مخصص للمعرفه إيجابي. عشان افيد المجتمع. فخليتها ما بين ان هي افيد المجتمع وافيد اخرتي. في النهايه احنا بنعمل كل حاجه يعني عشان تكون صح. مأجوره في الاخره. فاهلي كانوا لا يعني معترضين، وما زالوا معترضين شويه او لا كتير. بس ما شاء الله يعني المحتوى بتاعك ما شاء الله بجد يعني في ايجابيه وفي تفاؤل وفي حاجات كتير حلوه اللي هي انت اكيد يعني اكيد جالك كومنتات حلوه كتير تخليكي تكملي في اللي انت فيه، وهم اكيد بيشوفوا حب الناس ليكي ده اكيد فارق. هم شافوا يعني حتى لما بكون معاهم بره. انا عايزه اقول لك عوائل كبار او كبيره يعني من يومين لسه اثر فيا جدا. ماسكه ابنها 7 سنين بتشاور عليا تقول له شايف دي انا عايزاك تبقى كده ما شاء الله. فانا دي لوحدها حسيت صح. يعني تدمع لها العين فعلا. انا اهلي شايفين ده، لكن هم في النهايه عايزين البنت تكون صح. خلاص انت مكانك يبقى مش ظاهر. لو الزمن رجع بيكي 10 سنين ورا هتختاري نفس الاختيارات اللي في حياتك؟ اختارها. يعني سبحان الله. في مش عارفة أنا مش متذكرة صراحة هو حديث ولا مش فاكرة صراحة، بس اللي هو إن الإنسان لو اطلع على الغيب لاختار فعلا الحضر اللي هو فيه. فلا هختار بأمر الله. أوكي. إيه خططك اللي جاية في صناعة المحتوى؟ نفسك تطوري في إيه؟ نفسك تعملي إيه أكتر الفترة اللي جاية؟ عايزة أطور صراحة من ناحية التصوير نفسه. كل حد دلوقتي بقى يستخدم AI ودي حاجة حلوة بس وحشة في نفس الوقت. انت مميز في ايه؟ لازم تكون متميز في شيء ومبدع في حاجة ما حدش عملها قبل كده. اي فكرة هتيجي في بالك اعرف ان في 10 غيرك عاملينها. صح. فانا بشوف دايما لازم العب على حتة how to be unique. فاللي انا شايفاه اللي انا محتاجة اطوره في نفسي طرح المواضيع نفسها، واختار مواضيع فعلا انا مواضيعي انا عارفه انها كويسه، ولكن حاسه ان انا عايزه اتعمق اكتر في حاجات الناس زي ما بيقولوا عاف عليها الزمن. انا بحب اعيد طرحها تاني. صح. شايفه ان انا عايزه اشتغل على الحته دي. احنا عايزين نعرف بقى مين اروى يعني خريجه ايه، درستي ايه، حاجات اللي هي ممكن ما حدش يبقى عارفها قوي. انا ابدا من الاول. اروى دي انا خريجه بزنس ادمنستريشن. اوكي. من الجامعه كانت في مصر، مش عايزه اقول اسمها يعني. كنت صراحه في طب اسنان. اوكي. ولكن ما حبيتيش المجال. مش ان هو ما حبيتش، انا حتى ما قدرتش ان انا اكمل فيه. او ان انا ادخله واكمل فيه. اول حاجه اكتشفت هو كان حلم حياتي، اكتشفت ان انا بقرف
انا بقرف جدا، اوكي مش حمله ابدا ان انا ابص في بق حد. هي صعبه في كل الاحوال. مش قادرة. فسبحان الله كان حلم واكتشفت ان انا ما نفعلوش رغم انه هو جالي. ف جي بعدها ان انا قدامي بزنس ادمنستريشن، وسبحان الله بعدين اكتشفت ان ده الخير فعلا ليا. فكان عاجبني صراحه. انا خريجه بزنس. بس مش حاسه ان انت مش مع وظيفه من 9 ل 5 دي خالص؟ والله عشان اكون صريحه معاك، انا في فتره حاليا محتاجاها. اوكي كلنا محتاجينها. لو عندك بس ارسل لك السي في. يلا. اوكي ابتديت اشحت. لا كلنا. والله انا كنت يعني محبذه للموضوع اكتر، وكنت حابه الموضوع لان كل واحد لازم يكون مبدع في الجانب بتاعه. بصنع محتوى لكن ده مش كفايه، لازم كل واحد يكون عنده شغل كذا كذا جهه وكذا دخل. ولكن يعني تعرضت لموقف في شغلي القديم، من ساعتها حاسه مش عارفه اتخطى دلوقتي. بس لو عندك شغل ده عمل في الخليج يعني بعتيلي 5000 اكون راضي. بالمواصلات. طيب عايزين هنا نروح لحته صناعه المحتوى شويه. ايه مثلا نقول التحديات اللي واجهتك في اول ما بداتي صناعه محتوى؟ اول تحدي طبعا اهلي. مش عشان حتى رضاهم مهم، ولكن عشان انا تعرضت ان انا عايزه اعمل بوست وينت فايرال، ممكن يجيب يعني انا جات لي فتره كل بوست لازم يجيب 2 مليون اقل حاجه ما شاء الله. فما بين ان انا عايزه ابوست وبين ان اهلي ممكن يشوفوا، طب انا ازاي هخلي 2 مليون من غير اهلي؟ ده كان اكبر تحدي. التحديات التانية كانت صعبه في البدايه، بس بعدين ربنا سهلها من ان انا ما كانش عندي equipment ادوات، ما كانش متوفر عندي اني اصور في استديو. مش بسبب الماديات، لا الحمد لله، ولكن بسبب انا ما كنتش عارفه حاجه. اوكي. وبعدين للاسف في ناس كتير مش حابه تساعدك. انا تعرضت لده، واللي هيساعدك يا اما بمقابل يا اما ما تكونش احسن منه. صح. هو المجال صعب شويه، وانا ما بعرفش اطلب حاجه من حد، ولكن في نفس الوقت ما اقدرش الاقيك محتاج حاجه وابخل عليك يعني. فما كنتش عارفه حاجه، وسبحان الله ربنا اداني طريق عرفت امشي في كل حاجه يعني. هو فضل الله ودعوه امي اللي كانت عايزه تنهضني. ايه اوحش كومنت جالك على السوشيال ميديا؟ والله لو على اوحش كومنت، مش بتدخل في امور سياسيه، لكن انا بشوف الكومنتات الوحشه لازم يدعوا عليا وعلى الشيخ زايد الله يرحمه. وانا فعلا الكلام ده بيأثر فيا يعني انا بكلمك وفعلا بأشعر في قشعريرة عندي. الشيخ زايد رحمة الله عليه الإنسان ده عظيم، صح. فأنا إنك تدعي على واحد بالطيب والخير اللي هو عمله في كل بلد عربي، كل بلد صح. عربي في مدينة الشيخ زايد، صح. فليه تدعي عليه؟ أنا ده اللي بجد الكومنتات الوحشة، وكانت بتوصل معايا إني بتخانق وهقدم بلاغات وكذا، لكن دلوقتي خلاص يعني اضطريت إن أنا خلاص مش هرد عليكم. فعلا دي بتبقى حاجات وحشة. في ناس منهم استغلوا إن أنا والله أنتي مولودة دبي يدعوا عليا وعلى أمي. طب ليه؟ أنا ذنبي إيه؟ طيب أنا بالنسبة لي دي كانت أوحش حاجة صراحة تعرضت لها. طب نروح للجانب الحلو، الكومنتات الحلوه اللي بتجيلك او تديكي دفعه اكتر اللي انت تكملي في نفس اللي انت بتعمليه، ولا بتردي عليهم؟ النهارده صراحه في قمه بريدج يعني ما شاء الله كل اللي سلموا عليا اول ما يسلموا يقولوا لي احنا ما بنجيش نسلم على حد، لكن انت بالذات ما ينفعش نفوتك، يعني انت بالذات لا انا عايزه اتصور معاكي انت. واحده جت تقول لي انا يعني ما عنديش ان انا اتابع حد اصلا، ممكن اتفرج كده خلاص، لكن انت بالذات انا بستناكي، بحب يمر علي ايام. دي الحاجات اللي فعلا تحسسني ان اروى ليها قيمه، ليها تاثير. عايزين نتكلم شويه بقى عن الاختلاف بين الامارات ومصر، بما انك بقى يعني في ميكس نقدر نقول. والله هو في ميكس وفي تعب. اوكي. المصريين والاماراتيين من زمان، من زمن الزمن فعلا مصر والامارات علاقتهم يعني مش عايزه اقول لك بس كده، ده احنا قلب واحد، كفين كده. شوف الحنه. شوف الكفين. ف يعني مصر والامارات ما فيش بينهم اختلاف في التعامل نفسه. ان الشعب الاماراتي طيب وكريم، والشعب المصري كرمه يعني بيتضرب بيه المثل، صح. فلما الاثنين يجتمعوا مع بعض اللهم بارك. صح. الاختلافات طبعا من ناحيه يعني ناحيه التربيه اللي انا تربيتها هنا، ولما نزلت مصر صعقت
مش صعقت بسبب سوق مصر، لا، ولكن البيئة نفسها مختلفة، التعامل. يعني أبسط مثال إن أنا مثلا في أي عزومة أنا عزمت عليك بحاجة مش عايز هشيلها. صح. مصر أنا عملت كده، عزمت بس مرة واحدة فقالت لي مش عايزة فشلتها، ده أنت بخيلة، هو أنت ما ده أنا صدقت تشيلها. طب أنا واحدة متعودة، مش عزومة مراكبية دي. أنا متعودة إيه ده خلاص إيه ده ما تبقى بشيلها. فكان في بقى اختلافات على الحاجات دي. اختلاف الكلام طبعا. يعني مش عارفة ينفع أقول الجملة الجاية ولا لا، بس إحنا عندنا في البيت عادي لو قلنا مرة، مش عايزه اقول لك لما قلناها في مصر طبعا يعني انا قفلت على نفسي الباب طبعا. ايوه صح. اختلاف الكلمات واللي حصل اختلافات يعني موجوده فعلا، وانا اعتقد ده مش اختلاف فيا، ده في كل واحد اتربى في دوله خليجيه لازم هيمر بالحاجات دي. طيب نصيحه تقوليها لجمهورك اللي ناويين يبداوا صناعه محتوى؟ والله انا باخد منهم هم النصايح يعني أوكي. فعلا. ولكن لو هنصح، لان كتير سالوني، هقول لهم ان انتوا خصصوا نفسكم. صح ان انت في بدايه المحتوى بتكون شويه مشتت وعايز توينت فايرال، وات ذا سيم تايم عايز تعمل حاجه مخصصه. لا، انت اهم شيء الاستمراريه. اختار محتوى معين، استمر عليه مهما كانت النتيجه، استمر الا ما هيجي يوم على طول تنط. لكن لو هتستسلم من اول مره خلاص، لان فعلا صناعه المحتوى انا بشوفها دلوقتي لعب مع الكبار. صح. خصوصا ان اي حد ماسك تليفون سمى نفسه صانع محتوى. صح. خلاص هتسمي نفسك كن قدها وكمل. انا اشوف كده. رساله لماما ونختم بيها الحلقه. ماما انا مسامحاكي عشان ما اجهضتنيش. والله انا رسالتي لامي ان هي تكون مطمنه عليا. انا عايزاها تطمن عليا، لان هي قالت لي يا اروى انا بخف ومش بحس بوجع الكيماوي لما اشوفك انت في انجازات كبيره. ما شاء الله. فانا عايزاها تطمن ان انا في انجازات كبيره، وعايزاها تطمن اكتر اني اتشرفت بحضرتك. الله يخليك. واتمنى من الجميع ان هم يتذكروها في الدعاء بالشفاء العاجل، هي وكل المرضى يا رب. اللهم امين. بس دي رسالتي ليكي يا اروى. نورتينا في استوديو نجوم، كانت حلقه سريعه. ميرسي ليكي ونورتينا. انا حقيقي متشرفه بيك استاذ هاني، وشكرا حقيقي على اللقاء اللطيف. شكرا.